السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. تحياتي للاحرار، تحياتي للصحراوات، تحياتي للجزائريين، تحياتي للاحرار المغاربه. حريه لجميع المعتقلين السياسيين في المغرب. آه... اخوان، اليوم جيت نتكلم معكم. قلت لكم راه ندير واحد الفيديو، وهذا الفيديو ده غيكون قصير الاخوان، ما غاديش نطول فيه بزاف. نحاول ما نطول فيش بزاف، لان قال لك ما قال لا ودار لا. هضرنا بزاف على علي المرابط. قلت لكم غنقول لكم شي حوايج اللي ما كتعرفوهمش، اللي ان الاخوان حنا هاد المعلومات اللي غنعطيكم انا دابا هي راه كتجينا حتى حنا من يعني من واحد لو فون اللي هي كونفيافيو، فهمت يعني، ديال الثقه. وعارفين لان حنا عايشين هنا في امريكا الجنوبيه والى اخره والى اخره. كنت تكلمت لكم على ان علي المرابط كان اكسل ايزين دار لهم مشكل في الارجنتين، لانه اكسل ايزين عنده درايه وقديم في الارجنتين وتعرف بزاف ديال الحوايج. وزيد عليها المساله ديال ان علي المرابط انا داك حتى هو كان دخل في صراع في واحد المشكل مع جيرون. وفي ذاك الوقت من الزمان، في ديك الوقيته، هو غادي يخرج علي المرابط بواحد الفيديو باش يحاول يضلل ويدير واحد النهاتيفه ديالو بوحدو، باش يحاول نتيني مسبقا يضلل اي يعني معلومات حقيقيه اللي كتصيلو بالفساد الدبلوماسي المغربي في الارجنتين. هنا الاخوان راه عنده في القناه ديالو راه داير واحد الفيديو في 2021. انا الاخوان في هذا الوقت هذه ما تكلمتش عليه لانني كنت غايب على الساحه ديال النضال نظرا لظروف شخصيه. والناس اللي كتبعني هنا في القناه قديمه راه عارفه، راه كنت غبرت عامين ورجعت الى اخره. كنت مره تندير لي فيديو ولا شي لايف ونغبر 8 شهور. المهم على اي شي الناس القدام اللي كتبعني في القناه واللي كانت تتبعني في الفيسبوك، يامات 7000 واحد في اللايف، 10000 واحد في اللايف، يامات كانت المشاهده كتضرب 2018 2017 2019 على اي. خرج هو دار هذا الفيديو هذا تيكذب فيه كل شيء، كاع داكشي اللي قال كذوب. تيدخل فيه يعني تيحاول يعني يخلق واحد القصه ديالو وهميه باش يخلق داك الرجل فهمتيني الدبلوماسي المغربي الشريف. قال لك الذي خرج من الدبلوماسيه الى الصحافه والمعارضه. بين قوسين الاخوان كاينين بزاف ديال البلداء قال لك هو راه صحافي ماشي معارض. على شنو هي الصحافه الاخوان؟ على ماشي هي السلطه الرابعه؟ على الصحافه ماشي هي الصوت الحر؟ على ماشي هو الصوت البديل ديال المعارضه ديال الشعب؟ على ماشي هو صوت الحق؟ على ماشي هو بيان الحق؟ واش من فرق كاين؟ الا ما كانت الصحافه غدير البابيل الورق ديال المعارضه في الدول الديمقراطيه ولا حتى الغير الديمقراطيه، اش من بابيل عند الصحافه؟ واحد القضيه الاخوه الله حتى عرفتي يا صاحبي، الهجومات اللي وقعت في لي كومونتير نفس الهجومات اللي كانت كتوقع منين ديال العياشه نفسهم. عرفتي شنو؟ حتى دوك لي كومونتير لي كونت اللي كانوا تيدخلوا عندي يقولوا لي عاش الملك والمملكه الشريفه وكذا، هما نفسهم بلي نفس لي كونت كانوا كيدخلوا وتيسبوني. قال لك علاش تعاير الرجل الشريف المرابط والنقص. يعني هنا بين قوسين غتعرف انهم راه من طين واحد وكاينه ان ياك. المهم هي هاد البلداء هادو اللي كيقول لك وراك صحافي ما عمرو قال معارض وداك الهضره الخاوي اللي كتدوخوا بها النعاش. كتبقاو تلعبوا بالمصطلحات. راه ما بقاش كثر معاكم الوقت، راكم شفتوا راه باق تنبلوكيكم كاملين يا خويا، والله ما تيبقى شي واحد. قلت لكم ما عنديش فين نضيع الوقت معاكم، راه قلت لكم داك الشيء راه دوزناه، ما بغيتوش تفهموا، راه ما بغيتوش تكبروا. المهم اخوان رجعوا للموضوع، ودار واحد الفيديو اللي عنده الاخوان الغرض يتفرج باش يعرف علاش نتكلم. راه داير هذا الفيديو هذا في 2021 في القناه الرسميه عنده.
راه داير فيه عليه المرابط والمخزن. الحلقة الأولى من الدبلوماسية إلى الصحافة، من الأرجنتين إلى جورنال، إلى الجورنال عفوا. هنا غندير غير بعض المقاطع لأن الإخوان راه الفيديو فيه أكثر من ساعة وربع، ما يمكنش لي نبقى هنا نعلق على كل كلمة، سينو غنجلس معاكم هنا ساعتين ديال المكانة ولا مديني ولا ساعتين ونص، ما يمكنش. انا خلي بغى يدخل يمشي عنده القناه ويتفرج في هذا الفيديو. انا غير باختصار غادي نعطيكم بعض، نشير بعض النقاط فقط، ما نحاولش نفوت 10 دقائق في هذا الفيديو. ونهار اللي كتكون المهم في هذا الفيديو كيقول لك اسيدي المرابط انه كان في الخارج، كان في اسبانيا ولا مع فرنسا ولا ما بقيتش عاقل، قال لك ورجع للمغرب لان الام ديالو ولا الاب ديالو كان مريض الى اخره ولا توفى، ومن بعد جاتو فرصه قال لك باش يمشي يخدم في الخارجيه، دخل الخارجيه ديال المغرب، وجاتو فرصه باش انه يمشي الارجنتين، ما بغاش يمشي للارجنتين، ولكن هادشي اللي عطا الله، ومشى وعطاو الجواز ديالو، وقال لك ملي وصل سيدي الارجنتين عيط عليه السفير، داه له تعرض له السفير ولا ما نعرف، وداه لوطيل قال لك، وجلس معاه وبدا تيشرح ليه، قال له دابا حنا راه بعاد على المغرب وكذا، علاش هادشي كنمشي بين زعما انه هو راه داك الموظف الشريف وكذا، فهمتي. الاخوان قال لك تشفروا ليه قال لك شفروا ليه النهار الاول ديالو في الارجنتين في لوطيل، قال لك شفروا ليه الحوايج ديالو كلهم من لوطيل، من الغرفه ديالو، ما بقات عنده حتى شي حاجه، يعني شي كلام ما عنده لا اساس ولا راس. يعني كون واحد القصه باش يحاول يدافع على العمل التخابري والفساد اللي كان منغمس فيه في الدبلوماسيه المغربيه في الارجنتين. الاخوان خصكم تعرفوا ان هذا السيد هذا ملي كان خدام في الارجنتين كان كيساهم في العديد ديال الملفات ديال الفساد. هو بنفسه كيذكر هنا في هذا الفيديو، قال لك انه جاو عنده السفاره المغربيه المخابرات ديال الارجنتين وتيسولوا عليه، فهمتيني، وطلع عنده السكرتاري ولا ما نعرفش داكشي، وقال له راه كاين جوج د الناس راه من الدوله ديال الارجنتين الى اخره راه باغيين يتكلموا معاك. هادشي راه تنتكلموا عليها الاخوان في التسعينات، 92 93 الى اخره. قال لك اسيدي باللي هو ننزل عندهم قالوا له لا راه حنا راه بغينا نتكلموا معاك في شي امور مهمه وهذا وهذا، راه كاين شي باللي السفاره ديالكم يعني متورطه في الكونتربوند، كتبيع وتشري في الكونتربوند، لا الكونتينر ديالكم، داك الكونتينر ديال اللي كيجي عبر في الميناء في البحر، عبر البحر يعني في السفن. قال لي راه في اسم السفاره، باسم السفاره، وراه عامر يعني بالتلفازات وبالالكترونيكوس، يعني بالالكترونيكوس كود التلفازات الثلاجات كاع داكشي الالكترونيك الى اخره، بيسيات، بطريقه غير شرعيه تستغلوا الغطاء الدبلوماسي وتبيعوا الكونتربوند. واش دابا هذه دبلوماسيه ولا كونترابانديستا ولا اش كتسميوهم ياك؟ قال لهم هو اش قال لهم، هو دابا راه بلسانه، وحنا هادشي راه عارفين الحقيقه ديالو 100%، فهمتيني كيفاش وقع وكيفاش هو كان خدام في داك الشيء وكذا في الارجنتين. ليكون في علمكم هو قال لهم لا انا ما عنديش علاقه بهذا الشيء، هذا شي خصكم تشوفوه مع السفير، انا غير منين ما كيكونش السفير يعني الا ما كان غائب هذا كنقدر يعني نوب عليه، ولكن انا ما عنديش علاقه بهذا الشيء. اش قالت ليه المخابرات ديال الارجنتين؟ قالت له لا حنا بغينا نهضروا معاك انت. قال له لا ولكن انا هو دابا بلسانه تيقول هادشي راه عارفين، ولكن هو تيحاول هنا في النهاتيفه ديالو زعما يبين على انه راه مسكين ما فراسوش، فهمتي، درويش. لا كذا. قالوا ولكن باش ندخلوا، قالوا بغينا نهضروا معاكم ندخلوا، قال لهم لا راه خصني ندير لكم اوتوريزاسيون، الهضره الخاويه ديالو، فهمتي. قال لهم اوتوريزاسيون دخلوا، قالوا لا ماشي مشكل حنا بغينا نهضروا معاك انت بالذات. وهو في الفيديو كيضلل كيقول لهم انا ما فهمتش، يعني قال لهم يهضروا معايا انا ماشي هو السفير، انا غير كنوب عليه مني ما كيكونش هو ولا، فهمتي، اما بحال هاد المسائل هو اللي
مسؤول عليها يعني خصهم يتسناو يجي السفير وكذا. انا ما فهمتش تما هذيك القهوه دابا تيتكلم تما، انا وليت كنشوف يعني كاين شي حاجه غلطه في السفاره. عليا سي علي المرابط اللي كينوب على السفير، كاين شي حاجه كدوز بلا ما يسني عليها السفير والنائب ديالو والمسؤولين ديالو، وهو راه ما كانش عنده يعني مكتب متعلق غير فقط يعني اللي كيكون في الواجهه ديال الريسبسيون ولا البارتي ادمينستراتيف ديال الادمينستراسيون، يعني مسائل اللي متعلقه بالاوراق باسبورات. لا، هو كان تيخدم في مسائل عميقه في السفاره، كان عنده المكتب ديالو كيكون داخل، وحنا عارفين هادشي. المكاتب اللي كتكون المكتب اللي كيكون داخل في السفاره يعني بعيد توصل له تيكون السفير نائب السفير، الناس اللي كتخدم شي خدمه ثقيله ديال اللي عندها علاقه بالتخابر، عندها علاقه بتبييض الاموال، عندها علاقه دبلوماسيه كبيره، فهمتي، ديال الاسرار ديال الدوله. هو كان كيخدم في هذا البارت، في هذا القطاع هذا، فهمتيني. يعني واش كاينه شي حاجه كتسنى كدوز لما يسنيو عليه هاد الناس هادو، هو براسو يقول لك لا انا ما شفتش. ايوا راه باش خصك تسني عليها، خص السنياتور ديالك يكون ديالك تما نتايا، انت راك مسؤول. راه واخا انت ماشي السفير، راه خص تكون السينياتور ديال السفير وديالك. قالوا ليه المخابرات ديال الارجنتين لا بغينا نهضروا معاك انت، ولكن هو ما غيجبدش هادشي، ما غيقولكش لا لانني انا راني سنيت، لا هو خلق القصه ديالو وهو عارفينه. حنا في الناس الارجنتين عارفينه، المخابرات الارجنتين عارفه. دابا هو قال لك اسيدي كيكذب مخابرات الارجنتين، يعني دابا المخابرات ديال الارجنتين جالسه ما عليها ما بها، فهمتي، رشقات ليها غنمشيو نهجموا على السفاره د المغرب، ندخلوا على السفاره د المغرب ونهضروا مع المراب، لا حيت بغينا نحنا ما عندنا ما نديروا بالسفير، بغينا عالي المراب. حين راسهم جالسين ما لقاو ما يداروا، بغاو يجيو يضربوا كويس ديالاتي مع علي المرابط. واش فهمتوا الاخوان كيفاش يعني راه كاين شي مساله اللي ما تحتاجش اخي صاحبي تكون كتخدم مع السيه باش تفهمها، راه مسائل اللي هي منطقيه. الا جاو عندك قصدوك علي المرابط، وهو انك فيك الدخل، وهو انك سميتك طالعه تما، وهو ان السينياتير ديالك طالع تما، وهو ان المخابرات الارجنتينيه يعني بالتحقيق ديالها وصلوا لك ابار السفير اللي كان معاك في ذاك الوقت. يعني كان عندك انت يعني كومبليسي، يعني انت كنتي مورط في هذه الاعمال هذه الغير الشرعيه في الارجنتين ديال الكونتراباند. اذا ما بقاش تلعبوا بالمصطلحات وتضحكوا على بنادم ولا ودير فيها راسك زعما انت هو وعلي المرابطه الاخوان ابار سا جاو عنده جوج ديال المرات. انا هادشي راني عارفه قبل من الفيديو، ولكن هو في الفيديو كيخلقهم كيعاود هذه القصه ديالو بواحد الطريقه انه هو راه داك الانسان الشريف اللي ما فراسوش، فهمتيني، وكان غير داخل في واحد المؤسسه فاسده لداخل والى اخره. وحنا كنعرفوا مزيان حق المعرفه انه كان منغامق في الفساد. وكان علي المرابط كيسني الملفات ديال تبييض الاموال، ملفات ديال تبييض الاموال. كان كيقول لهم في الفيديو ان لي سالير ما كانش كيدخل عندهم في سميتو كدا في الارجنتين، لان كان تدخل في الارجنتين انذاك غير مستقر ولا اخره، فهمتيني. وداك التخربيق دابا انا ما كانش عندهم الكونت ديالهم، هما بالعكس كانوا كيشدوا فلوس غير شرعيه، كانوا كيديروا تجاره غير شرعيه بغطاء دبلوماسي باش كدوز من تحت الدف، والمخابرات الارجنتينيه عاقت بهم، فهمتيني. داكشي علاش هو غتوصل واحد الوقت غادي يزقلوعو وغيزيد في حاله، قال لك لا راه ما خلاونيش ندافع على راسي وكذا ومشيت بغيت المجلس التاديبي. داكشي كله كذوب، لان الريحه ديالو عطات وهزاتو الدبلوماسيه وشيراتو. راه كيف ما وقع النائب ديال السفير في البرازيل، راه وقع عليه مشكل مع جيروم، وجيروم خرج له بعد التسجيلات الى اخره، راه هزوه طاروا به ردوه للمغرب والما صيفطوه شي جهه اخرى. اش تنقول لكم حنا راه ما غدوخونا والله العظيم الاخوان، الا هزوه صيفطوه هنا في البرازيل. كان وقع لهم مشكل مع جيروم على شي مساله الباسبور، ماشي الباسبور الى اخره، وكان معرفين تيبغيو ما يتوغلوا هذا،
تيبغاو يبقاو يتخابروا ويبقاو يتقربوا لبنادم في اطار التخابر، تصدق جيرهم سجلهم وشد عليهم الدلائل، هزوه طاروا به ما بقاش في السفاره. وراه نفس الشيء فهمتيني، الملف ديالو خناز، ريحته عطات، هزوه صيفطوه صافي سير في حالك. لا هو تيخرج تيقول لك لا وانا راه زعما بحال هو زعما كان تيحارب الفساد. وانت على المراه تسبعتي عييتي، على المراه تشبع، يعني امضاءات على ملفات ديال الفساد، شبع امضاءات على ملفات ديال تبييض الاموال، تهريب الاموال والفلوس اللي كان كيستغلهم المغرب. الغطاء الدبلوماسي كيمشيو لإلياس كايمان في الكاريبي، يعني البارايزو فيسكاو كنسميوه كيبيضوا الاموال، بيرموداس، موناكو. ولكن هو في ذاك البقعه اللي كان خدام كانت الاغلبيه كتمشي لبنما والياس كايمان في الكاريبي من تبييض ديال الاموال. وفي ذاك الوقت كانت السفاره المغرب، ماشي السفاره، كان المغرب النظام الملكي المغربي وراه باقي ولا زال، ولكن في ذاك الوقت يعني كانت الحمايه الفرنسيه هي اللي تتحكم في القرارات ديال المغرب. يعني اي سفاره مغربيه كان تيحطوا لك معاهم فيها واحد الفرنسي او لا فرنسيه باش كيراقب التحركات ديال النظام الملكي، لانه هو اللي كان تيحكم وما زال تيحكم. لانه في الفيديو ديالو غادي يذكر واحد الفرنسيه قال لك راه جاو وحطوا لنا واحد الفرنسيه في السفاره، وديك الفرنسيه كانت يعني كتبقى تعاير وكانت يعني في التكبر وتسب فينا وتبقى تقول هذا سير وهذا اجي. وانا قلت لهم واه ما نتوما لقيتو ما تحطوا لينا هنا زعما غا فرنسيه، راه عطا الله المغاربه تيعرفوا يكتبوا ويقيدوا بالفرنسي. يعني الهضره ديال القيجيه فهمتي، الهضره ديال موالين الكسابه ديال البهايم فهمتيني. وهذيك الفرنسيه اللي كان تيهضر عليها وخايب وقال لك راه جايه من شي عائله ديال شي وتخربيق الخا، داكشي كله كذوب. هو هذيك الفرنسيه اللي كان حطها السلطات الفرنسيه، الحمايه الفرنسيه، لان في ديك الوقت المغرب ما كانش عنده علاقات وما كانش بالامكان ديالو يدير اي علاقات تجاريه مع اي دوله كانت. اذا كانوا دائما تيزرعوا موظف فرنسي مخابراتي معاهم الداخل تيتحكم فيهم وتقول لهم الرا. وهاد الموظفه الفرنسيه هي كانت كتسهر على هاد المسائل هادي، على هاد الاعمال هادي، باش لان المغرب ما كانش من حقه يدير اي علاقه تجاريه مثلا مع الارجنتين، خاص حتى تعطى ليه الاوتوريزاسيون باش يشري. مثلا لنفترض حنا كنشريو الله اعلم، لنفترض التلفازات ولا من فرنسا، ولا كنشريو الحليب من فرنسا مثلا ياك حليب من فرنسا، ما يمكن لك تشري الحليب من اي دوله اخرى، او لا مثلا تشريه من الارجنتين ولا الدبلوماسيه المغربيه دير علاقه تجاريه مع الارجنتين تشري منه الا بالاوتوريزاسيون ديال فرنسا. حتى الى فرنسا ما قداش تبقى تبيع ليك، عاد هما خصهم يعطيو لك الاوتوريزاسيون باش تسني داك العقد التجاري بديك يعني بداك الكونتيتي اللي انت الكوانتيه اللي انت خاصك ديال المنتوجات مثلا. لان الحمايه الفرنسيه هي راه باقا الى يومنا هذا، ولكن في ذاك الوقت كانت بشكل اقوى عاد مازال. شي بحال دابا كاين بعض المسائل اللي النظام تيحاول يدوزها وكذا. شحال هذه كان يعني في التسعينات والله يا وليدي يا لا كل هيئه دبلوماسيه مغربيه فيها فرنسي، وهو تيخرج في الفيديو كيقول لك لا وانا كذا ما عجبتنيش ديك الفرنسيه فهمتيني، وقلت لهم كذا. ولكن هذه المساله هذه ما يهضرش لك عليها، هو يقول لك راه ما قال لهمش هذيك راه ديال الحمايه الفرنسيه، ما قال لهمش بلي هذيك راه محطوطه تما لان المغرب ما عندهم حتى شي استقلال فهمتيني. الشاشه الراره ديك الفرنسيه تما كتراقب التحركات ديال الدبلوماسيه المغربيه، ما يديروا حتى شي حاجه الا ما عطات لهمش ماماهم فرنسا لوتوريزاسيون. اذا الاخوان هاد العلي المرابط
هو راه عنده ملفات ديال الفساد كبيره، وهذاك هو السبب ديالو اللي خلاه يخرج من الارجنتين، اللي فيها الكونتراباندو ديال العديد من المنتوجات اللي المخابرات الارجنتينيه مشات حتى لعندهم. من بعد غيجيو موظفين اخرين ديال جهاز اخر د الارجنتين يعاودوا يعيطوا عليه المره الثانيه باش يحاولوا يهضروا معاه، ونفس القضيه غتعاود. غيقول لهم لا وانا ما خص داكشي تشوفوا مع السفير. قالوا لا خصنا نهضروا معاك انت. الله اكبر، ما فراسكش السي علي المراب انت دريويش ياك دريويش. المخابرات الارجنتينيه توحشاتك وقالت نمشيو نشوفوا داك السيد الله يعمر ليه الدار، حيت انسان شريف هو ماشي مع الفساد ياك. ايوا الملفات ديال تبييض الاموال اللي كنتي كتسني عليها هذيك ما تتكلمش عليها. بديش غنقول لكم الاخوان، تحياتي لكم. هذه كانت غير واحد الفقره صغيره، وغنحاول نسد الموضوع حول هذا علي الخرابط. ولينا كنشوفوا المهندسين كيوليو معارضين وصحفيين كبار قال لك يدافعون عن الديمقراطيه في المغرب في اطار الله ينصر سيدنا، وفي اطار الدوله العميقه، وفي اطار ان هناك اجهزه كتحكم في الملك وفي الملكيه. وعشنا حتى شفنا ان شوفوا الاخوان راه ما بقى والو دابا. القلش الحسن الثالث ما بقى له والو يشد في يعني يورث الحكم، ودابا راه تيجهزوا بلانو بي، فهمتيني؟ كيجهزوا البلانو بي ديال ان حتى شي اشباه المعارضين يحاولوا ينغمسوا في هذا الاطار ديال اجي نحاربوا المؤسسات الفاسده وهاد الاجهزه هذه اللي داخل النظام، اللي هي اللي كدير في الفساد وهي اللي فاسده هاد المؤسسات. وخصنا نحميو الملكيه ونخدموا في اطار الملكيه، لان الملكيه هي اللي كتجمع الشعب، لان الملكيه هي وحده الوطن. باش لنا اخوان، لان العائله الملكيه والنظام الملكي وراه يدير اي حاجه باش يبقى في الحكم، فهمتيني؟ راه حنا ولينا دابا كنشوفوا السيدي وناس كانوا تيقول لك حنا جمهوريين وكذا ويلا، ولاو انت يضامنوا لك مع بحال هاد عباد الله. ومنين تيتشد شي خوهم جمهوري بحال كما وقع لهشام بن وحود مسكين اللي في امريكا، اللي معارض وما عندوش مسكين الاوراق، وضغطوا عليه قالوا ليه خرج وقول عاش الملك، وخرج مسكين وقال عاش الملك، ان كانوا غيهزوه يرحلوه. ومورها يعني بسرعه خرجوا قالوا من الاخوان راه كدا راه تضغط عليا وهذا، وانا عاش الشعب وديما راه كتعرفوا الخطابات ديالي منذ سنين والى اخره. وماشي سلم راسو هذا مسكين، تم هشام بن وحود تم يعني تم الترحيل ديالو وخرق قانون دولي ديال نون ريفولمنت، انه هو كان طالب لجوء، وفي القانون الدولي ماشي من حقك ترجع طالب لجوء للبلاد اللي طالب منها الحمايه. وهذاك مسكين هزوه هشام بن وحود وضحاو به، وتيز مسكين رايد فلسطين والتضامن مع فلسطين وسنين وسنين ديال حركات الجمهوريين المغاربه. هو هذاك ما تضامنوش معاه هذاك ياك، واخا ما نعرف شنو اخوان. شتي هشام بن وحود انا راسب فيا تشبع، لان الناس اللي كترجع للتاريخ راه كان وقع لينا مشكل حنا مع الحركه ديال الجمهوريين المغاربه لم تم الاختراق ديالها. ولكن هذاك تيبقى مساله اللي حنا عرفناها ان كان المخزن داخل فيها، وكاين بعض الخلافات الشخصيه، ولكن ماشي هذاك الشيء اللي غيخليني ما نتضامنش مع هشام بن وحود، اللي هو فعلا ولد الشعب بسيط وانسان اللي قال غير كلمه ديال الحق، وجمهوري من حقه يكون جمهوري. وشدوها صاحبي ورحلوه وخرقوا قانون دولي فيولا وصاحبي غرافا، يعني فيولاسيون غراف يا صاحبي، فهمتيني؟ غراف يعني راه هذاك ما تضامنوش معاه. راه واش شدوه مسكين علم الله اش دايز عليه دابا في الحباسات، هذاك ما تضامنوش معاه هذاك، لا حيت هذاك كانوا عند بيناتكم خلافات. ولكن مخزني عميل ديال النظام صحنافي ياك، هذاك تضامنوا معاه الله ودي، ولد الشعب ما نضامنوش معاه.
واش غنقول لكم الاخوان، الله يدير تاويل ديال الخير كما تنقولوا، راه ما بقى ما يعجب. هذا اخر فيديو غنديرو على علي المرابط، وغنسدو هذا الموضوع هذا، ولا تضامن مع عملاء المخزن. تحياتي لكم والى فيديو مقبل.